الأهلي والزمالك نهائي كاس مصر 2016. بعد موسم طويل قدر الأهلي يرجع الدوري تاني للجزيرة وعمل ماتشات قوية في كاس مصر وقدر يوصل للنهائي، عايز يرجع البطولة الغايبة بقالها 9 سنين ويكسر هيمنة الزمالك عليها. وعلى الناحية التانية الزمالك عايز يلحق الموسم بكاس مصر ويفوق الفريق قبل ماتشات أفريقيا، وكمان يحقق رقم قياسي ب4 كؤوس متتالية. ولو تيجي للفرقتين هتلاقي ان السكواد بتاعهم كان قريب جدا من بعض ومفيش فرق كبير قوي بينهم، فكان الماتش 50-50. فبيبدا النهائي اللي مع اول 5 دقايق باسم مرسي بيعمل فاول متهور مع سعد سمير، وكان هيلبس بسببه كارت احمر والماتش يبوظ على الزمالك من الاول، بس الحكم اكتفى بانذار بس. بعدها الاهلي ابتدى يضغط وكان قريب قوي من الجون الاول، بس عكس سر اللاعب شيكابالا بيغفل الكل بكروس عالمي لباسم مرسي اللي بيسبق سعد سمير وبيجيب الاول للزمالك. وبعد الجون بدقيقتين حفني بيدي ثرو عالمي لشيكا اللي بيلبس سعد سمير ضربه جزاء، وبيدخل الحاسم يحطها ويقرب الزمالك من الكاس. لكن بعد الجون الاهلي بيفوق بيضغط على الزمالك عشان يقلل الفرق ويرجع في الماتش، وفي الدقيقه 33 بتحسب ضربه جزاء للاهلي بعد غلطه غريبه جدا من اسلام جمال، وبيدخل عبد الله السعيد يحطها بهدوء ويرجع الاهلي تاني في الجيم. بعدها الاهلي داس اكتر وجاله فرصتين عشان يتعادل بس ضيعهم عشان يخلص الشوط الاول 2-1 للزمالك، والكل كان مستني اللي هيحصل في الشوط الثاني. ومع اول دقيقه في الشوط الثاني بيجي فاول خطير للاهلي وبيلعبها عبد الله السعيد مع علامه المؤمن زكريا، بس بيحطها في العارضه، ومن هنا الماتش كله بيتحول، لان بعدها الزمالك بينزل مصطفى فتحي مكان شيكا، وبعد نزوله ب5 دقايق بيجيب التالت للزمالك بعد ما دلع سعد سمير وحطها في الجون، ومن هنا كل حاجه كانت خلاص خلصت. عشان بعد الجون الزمالك يكتسح الملعب كله ولعيبته ابتدت تروق على لعيبه الاهلي بشويه مهارات خفيفه كده، واللي بسببها لعيبه الاهلي ابتدت تعمل تدخلات عنيفه ولبس بسببها حسام غالي طرد. وبعد احمد فتحي خد انذار بعد دخل غشيمه جدا على باسم، وبعدها شال الكره بايديه عشان يمنع مرتده وجون رابع للزمالك وخد بسببها كارت احمر. وبيخلص الماتش 3-1 وبيحقق الزمالك الكاس الرابع على التوالي مع مؤمن سليمان اللي كتب اسمه في التاريخ في فتره قصيره ودخل قلوب كل جماهير الزمالك.